أستاذ محمد، دلوقتي إحنا هنكمل الجزء التاني بتاعنا المرتبط ما بين الشركة والعميل، تمام؟ تمام. أول حاجة بتواجه السرزاجي أول ما بيشتغل على طول، أنت طبعًا عندك خبرة، تمام؟ كلمناه كلمتين عن المنتج بتاعنا أو الخدمة بتاعتنا وقُلنا له انزل حقق لي target، فبيحصل فشل في البداية. بنبدأ نمسك السرزاجي ونقول له أنت اللي مش فاهم إيه شغلك أو أنت بتضحك عليَّ. مع إن في وقت من الأوقات ممكن يكون هو راح للعميل الصح، بس ما عندوش المعلومة الكفاية عن الخدمة أو المنتج دي. المشكلة دي إزاي نحلها؟ ده أولًا، والمشكلة دي فين؟ هل هي مشكلة إدارية أصلًا من الأول، والّا مشكلة السلزجي نفسه إن هو ما طلبش معلومات كافية؟ طيب خلّينا نتكلم إن في شيء واضح جدًا في الشركات بالمشكلة دي، اللي هي فكرة إيه، إن أنا ما بادّوش شنطة العِدّة بتاعته صح. باعتمد مثلًا أنا جايب حد خبرة team leader إن هو فاهم في الindustry دي، يالّا روح اشتغل. طب ما أنا لازم أأهّله، لازم أدّي له شنطة العِدّة بتاعته من عندي، بالمنتج، تفاصيل المنتج، المنتج أو الخدمة بتاعتي، تفاصيله إيه، مشاكله إيه، إيه اللي ممكن يواجهك في السوق، المنافسين، إيه الاعتراضات. خدمة ما بعد البيع. بعد البيع نفسها، هل الكلام اللي إحنا بنقوله أصلًا ده هننفذه في الشركة لمّا العميل يرجع لنا والّا لأ؟ فده من الحاجات المهمة جدًا، أمكّن الناس حتى لو هو خبرة، لازم يتدرّب عندي جوّه الteam work بتاع الشركة، لازم ياخد حساسية الشركة زي ما إحنا بنقول، لازم يبقى ماشي بنفس المنهجية، لازم عشان كده الdocumentation بتاعتنا في الشركة لازم تبقى واضحة للكل، ده آه. الدستور اللي إحنا بنمشي عليه في الشركة. بالضبط، يعني لازم يكون في اجتماعات ما بين السلزجي والteam حتى بتاع التسويق والplans اللي بتظهر بشكل مفاجئ، يكون عنده خلفية وعلم بيها. مهم جدًا إن ما ينفعش أصلًا يبقى مثلًا الماركتينج شغال وعامل campaign جامدة جدًا مكسّرة الدنيا وهو ما عندوش علم بيها، يعرفها زي ما أي حد بيعرفها من برّه، أو العميل يقول له ده أنتم عندكم خصومات كذا وعندكم عروض كذا، وده بيحصل على فكرة، بيحصل كتير جدًا. وبتحصل بتخلّي السلزجي بيتوتر في الوقت ده، وممكن يخسر الdeal نفسه بسبب عدم معرفته بحاجة يعني المهم إنك أنت تعرفها له كصاحب شركة. بالضبط، عشان كده أنا عندي مشكلتين كبار جدًا، هي مشكلة التواجد والترابط الإداري جوّه الشركة، اهم. ده رقم 1. تاني مشكلة ما فيش system أو CRM واضح وصريح الشركة كلّها شغّالة بيه، في قدّامنا كلّنا dashboard واضحة، كلّنا عارفين ناخد من خلالها قرارات صحيحة، كلّنا عارفين كل واحد بيعمل الrole بتاعته إزاي، إمم. عشان كلّنا بنكمّل بعض. ما فيش الحاجتين دول صدقًا، صدقًا، صدقًا بيحصل gap كبيرة جدًا في الشركة، ممكن الدنيا تُقع حتى لو كل واحد شغّال صح. طيب، أنا دلوقتي كل اللي مطلوب مني من السلزجي إن هو يحقق الtarget وما عندوش أي مشكلة إن في بقى connection بينه وبين العميل، ولا إن أنا أعمل علاقة أو يعني علاقة مترابطة ما بين العميل وبين الشركة نفسها عن طريق الsales. طيب ده سؤال جميل جدًا. إمم. أول حاجة أنا في حلقة وصل لازم نحافظ عليها، ما بين العميل والشركة، ما بين العميل والsales، ما بين الsales والشركة. إمم. هي حلقة الوصل دي هي دايرة، إمم. مهم جدًا يبقوا ال3 متصلين ببعض، مهم جدًا يبقى ال3 شايفين بعض، اهم. مهم جدًا إن أنا كsales أقول قيم ومبادئ الشركة للعميل وأوصّلها له، مهم جدًا العميل يعمل word of mouth يتكلم عني كويس جدًا عن المنتج أو الخدمة، مهم جدًا في حاجة اسمها lifetime value اللي هي بعد period أو فترة معيّنة العميل ده يشتري مرّة و2 و3 من عندي. طيب، هو لو المنتج بتاعي بيتباع مرّة واحدة أو الخدمة بتاعتي بتتقدم خدمة واحدة، تمام؟ أنا لازم أبني علاقة ما بيني وما بين العميل ده في الوقت ده، وتبقى علاقة مستدامة ويكون في loyalty. وهل ده من الحاجات اللي مطلوبة من الsales لمّا ييجي ينزل إنه يعمل الrelation دي، والّا لأ أنت عملت الtarget والdeal خلّصنا كده؟ من أهم الحاجات اللي بتكبّر شركة وتخلّيها تعمل scale أو تكبر إمم. هي دي، إن الsales يبني علاقة بس زي ما إحنا قُلنا في دايرة، ما ينفعش العلاقة تبقى مترابطة 100% مع العميل يبقوا صحاب، وما ينفعش يبقى بيتعامل مع العميل إن أنا تبع الشركة وأنت كعميل، لأ، لازم أبقى العميل مستشاره الأمين، يرجع لي، يعني مثلًا بابيع عقار، بالاقي إن العميل رجع لي بيقول لي عايز أشتري العربية الفلانية، إيه رأيك؟ تعرف فيها والّا ما تعرفش؟ كده أنا نجحت إن أنا أعمل relation مع العميل.
دي ريليشن شخصيه بالظبط. بينك وبينه، بس هي التراست دي بتوقف يعني بتصب على الشركه بعد كده، ولا هي خلاص كده بينك وبينه هو كسيلز؟ حلو جدا. بتصب على الشركه في حاجتين. اول حاجه العميل بيقول لي فعليا فيدباك حقيقي عن المنتج او الخدمه، كان كويس ولا لا. لما هو رشحه لحد تاني، الفيدباك بتاع الحد التاني ده عامل ازاي؟ ده اول جزئيه. طيب تاني جزئيه معايا، ان العميل فعليا ببقى انا دايما في دماغه. لو هو حب يرشح الخدمه لاي حد بيكلمني، لو هو حب يكرر الخدمه دي كهديه لحد مثلا بيكلمني. اصلا لما بيجي يبقى عنده مشكله مع الشركه ما بيدخلش في كلاش او صدام مع الشركه، بيرجع لنا الاول. بيرجع للشخص الاولاني اللي اتكلم معاه وقدم له الخدمه في البدايه، ما بيروحش يمسك باقي الخدمات ويقول لهم لا ده انا عندي مشكله فيدخل في دايره او دوامه معينه. احنا بنفضل النقطه دي، ان اول واحد يتكلم مع العميل هو اللي يفضل متابع معاه لغايه ما يقفل الدايره بتاعت ايه، الديل بتاعه. سمعنا كتير قوي عن السي ار ام، تمام. والموضوع بتاع السي ار ام ده احنا عارفين انه مفيد جدا 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 للشركات، تمام. تقدر توضحه لنا بس علشان خاطر سوهاج هنا او الصعيد بشكل عام مفتقره الثقافه دي؟ حلو جدا. انا هوجه كلامي بشكل مباشر لكل الشركات. كاستمر ريليشن مانجمنت هو نظام اداره علاقات العملاء. مهم جدا ان انا ابني ده. طيب ده عباره عن ايه؟ من اول ما احنا بنعمل الكامبينز مثلا، او انا بشتغل اونلاين والعميل دخل عمل كومنت، او العميل دخل ساب لي بياناته، بسجل كل ده وبجيب السورس العميل دخل لي منين. ده رقم واحد. رقم اتنين، العميل لو حب، لو شغال في العقارات زي مثلا، حب يعاين الوحده العقاريه، اول ما بينزل معاين هل هو شاف صور، شاف فيديوهات، عاين بالفعل ولا لا؟ طيب مين اللي نزل معاه؟ كويس. طيب الفيدباك بتاع العميل، بعد كده القرار بتاع العميل ايه؟ هل اشترى او ما اشتراش؟ طيب البادجت بتاعه كانت قد ايه؟ كل ده بيتسجل في السي ار ام. لازم يفهم. هي من الاخر رحله العميل من اول ما يتولد طفل صغير كده بالنسبه لي لحد ما يبقى كبير ويشتري مني الخدمه ويتكلم عني كويس. هي رحله مستمره مع العميل عشان اعرف بعد كده اعمل ريتارجتنج للعميل ده، او اعاده استهداف، او اديله المنتج او الخدمه المناسبه ليه التكامليه فيما بعد، او ارشح له نفس المنتج او الخدمه بتاعتي بعد ما البيريود بتاعتها بتخلص او الفتره بتخلص، لو هي ليها فتره بتخلص. تمام، على حسب كل منتج او خدمه ونوعه. فمهم جدا يكون عندي الداتا بكل التفاصيل، بكل التاتش بوينت او كل معامله حصلت ما بيني وبين العميل في الشركه، والمعامله دي حصلت مع مين، عشان اعرف اقيس اداء كل فرد عندي في الشركه، اعرف اقيس اصلا اداء المنتج والخدمه بتاعتي، اعرف اقيس اصلا الكواليتي بتاعه العملاء بتوعي، واعرف فعليا انا الماركت شير بتاعي في السوق بيكبر ولا بينزل. ده مهم جدا. وتقدر تفلتر العميل بتاعك كويس قوي، وتشوف العميل المشابه بتاعه كمان. الله ينور على حضرتك. فهو لازم ده عشان اوصل لحاجه اسمها سيجمنتيشن، او اقسم العملاء لجروبس، وكل جروب بعد كده ابعت لها المنتج او الخدمه او الشخص المناسب اللي يديل معاها بعد. طيب حضرتك عارف طبعا ان سوهاج عندها او الصعيد بشكل عام عندها مشكله في الدفع، تمام. لما بتيجي حضرتك تعرض على الشركه او اي حد موظف بيعرض على الشركه ابلكيشن او موقع او حاجه هتفيد الشركه في الداتا، في انه هيسرع العمليه الانتاجيه، يقول له لا، ما دام هدفع فلوس انا مش هكمل، انا مش عاوز. انت الايه وجودك هنا عامل ازاي؟ مش ده اللي بيحصل؟ حصل يا فندم على طول فلوس، انا آه، سلام عليكم. بالظبط. حتى لو انت موجود ليه؟ تمام. بالظبط. فايه البرامج المجانيه اللي نقدر نرشحها للسلزجيه ده بشكل عام بشكل خاص، وللشركات انها تقدر تستخدمها علشان اولا تجرب الاداه دي وقوتها، وفي نفس الوقت حتى لو هي دخلت في البريميوم تبقى عرفت هي بتشتغل على ايه. خلينا نتكلم في الحاجات الفري والحاجات المدفوعه، وازاي اصلا ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا لو انا ما عنديش ميزانيه. طيب خلينا نتكلم من الحاجات الفري زي حاجه اسمها هاب سبوت. دي شركه عالميه عامله سي ار ام قوي جدا وبشكل مجاني. طيب الهاب سبوت دي اساسا بيستخدموها في شركات الديجيتال ماركتنج كمان. بالظبط، ان هي قويه جدا في اداره التيم كله مع بعض.
عشان زي ما حضرتك عارفه الديجيتال ماركتنج فيه كذا تخصص، وكل حد بيسلم حد، يعني بالظبط. كاتب المحتوى بيسلم الديزاينر، والديزاينر بيسلم المونتاج، وهكذا. وبيعرف يعمل اساسا الاناليسيز بتاعته عن طريق الهاب سبوت. مظبوط جدا. طيب في حاجه تانية عندي اللي هي زوهو سي ار ام، دي حاجه قويه جدا برضو. في حاجه اسمها سيلز فورس، دي قويه جدا عندي. وفي حاجه اسمها اودو سي ار ام. اودو سي ار ام ده من حاجه اسمها اي ار بي. اودو اي ار بي يعني انا بدير الشركه كلها، كل الاقسام عندي، سواء كان قسم محاسبه، قسم ماركتنج، قسم سيلز، مكتب فني، هندسي، عندي مصنع. كل حاجه بتبقى جوه بعض في الاي ار بي سيستم ده. من خلالها في حاجه اسمها اودو سي ار ام موجود جوه الاي ار بي ده. ممكن افتح موديول واحد فري لمده 10 شهور، ممكن تستفيد الدنيا وتشوف مدى الفعاليه. في حاجه موجوده عندي برضو للناس اللي شغاله في العقارات اسمها بريكس 24، دي ايوه. مشهوره جدا وكويسه جدا. طيب ايه ممكن تاني استخدمه لو انا ما عنديش الميزانيه؟ جوجل شيت. جوجل شيت بكل بساطه اعمل جوجل فورم، الناس تدخل عليه البيانات، يبقى قدامي في جوجل شيت ابسط الحاجات. ابسط حاجه جدا، ريكوردز كلها. بعد كده اعمل كولم او عمود للفولو اب، بعد كده اعمل عمود مثلا للناس اللي عملت دي كولي. الحاجات المانوال بقى. حاجات المانوال بسيطه جدا. مهم. فالمهم ان احنا نعمل ده. مم. تمام، نعمله ازاي؟ على حسب بما يناسب حجم الشركه، الميزانيه المتاحه، مدى قوه الفريق بتاعي، ومدى عدد اعضاء. مهم. وده بيفيدنا طبعا، بنعمل الاناليسيس بتاعتنا والانسايتس، وبنشوف الرضا بتاع العملاء عن طريق السي ار ام ده. تمام. بس في شركات كتير مش بتقبله او ما عندهاش الثقافه دي، فدي مشكله. المشكله دي نحلها ازاي؟ ان احنا نزرع الثقافه دي، نبدا معاه من حاجه بسيطه جدا زي جوجل فورم وجوجل شيت، بعد كده ناخده لحاجه زي هاب سبوت المجاني، بعد كده ندخل معاه في الاودو المجاني، بعد كده نشتغل معاه على زوم سي ار ام. هي الفكره ان حتى الشركه طالما العقليه والمايند سيت نفسها مش احترافيه او مش مؤهله كفايه، لازم ابدا معاه واحده واحده واحده. مم. طالما عندي نعلي اثنين تارجت. ثقافه المؤسسات بالظبط يعني. او ثقافه الشركات في النقطه دي. بالظبط. طيب احنا وصلنا دلوقتي لنهاية البودكاست بتاعنا، واحنا طبعا مبسوطين جدا من كم المعلومات اللي قدرت تغطي جوانب كتير، اولا للسيلز وللطالب اللي حابب انه هو يتدرب عشان يبقى سيلز، وفي نفس الوقت للمستهلك وللشركة. حابب توجه ايه رسالة للناس اللي بتشوفك؟ تمام. او الناس اللي حابة تعرف منك معلومة، او ندي كده ملخص للبودكاست بتاعك. طيب انا سعدت جدا طبعا انا مع حضرتك النهارده يا دكتور، ربنا يخليك. وان شاء الله يكون كلام مثمر ولقاء مثمر كده باذن الله تعالى. خلينا اتكلم ان انا اوجه رساله مباشره جدا للشركات، الناس اللي هم اصحاب الشركات. دوروا فعليا على حد مؤهل، حد كواليفايد. اصرفوا جدا في التدريب والتطوير للتيم بتاعكم والفريق بتاعكم. لما يكون في اتش ار لازم تتابع الاتش ار ده وتشوف اداؤه عامل ازاي. بيختار الناس بناء على ايه؟ شخصيات الناس عامله ازاي. ده رقم واحد مهم جدا. رقم اتنين، بالنسبه للخريج اللي رايح يشتغل، ارسم لنفسك مسار واضح. جرب في حاجه واثنين وثلاثه، شوف انت هتنفع في ايه فيهم لمده 6 شهور او مده سنه. بعد كده اختار حاجه واحده بس وابتدي تخصص فيها وامشي في الطريق ده. بالنسبه للطالب، عندك انشطه طلابيه جميله جدا، في كورسات اصلا بتقدم بعد الكورس حاجه اسمها تدريب داخل الشركه، من الحاجات المفيده جدا. وعندنا امثله كتيره جدا في الشركات اللي احنا شغالين فيها. اي حد كان بيشارك في انشطه طلابيه وانتر معانا في الشركه من اوائل الناس اللي احنا بنوظفها عندنا في يبقى الشركه. مرشح بالنسبه لنا. مرشح بقوه جدا، لان هو حد فاهم الشركه، عارف نظام الاداري، مش هيتعبني، هو اساسا موظف جاهز دلوقتي. تمام. احنا مبسوطين بحضرتك جدا، وشكرا لوقتك معانا. شكرا يا فندم، سعدت بحضرتك جدا، ربنا يخليك. ونتقابل على خير.